ايه حكم زيارة المتاحف اللي فيها آثار وتماثيل ومومياوات؟ السؤال ده جميل قوي ومناسب للواقع اللي احنا عايشينه، لان طبعا في الفترة الأخيرة دي كان عندنا احتفال في مصر بمناسبة المتحف المصري الكبير. اولا خلينا نتفق ان الاصل في الاشياء الاباحة. يعني كل حاجة ربنا خلقها الأصل فيها الإباحة. جبتها منين؟ الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أنا أفهم كراجل معلم للغة العربية، وأهل العلم اللغويين يقولون إن هذه اللام تسمى بلام الإباحة. يعني هو الذي أباح لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، طيب بالنسبة دلوقتي للمجسمات وبالنسبة للتماثيل، العلماء لما تكلموا قالوا يلي بتزور المتاحف واللي راح تشوف التماثيل والآثار القديمة، لو كان من باب الاعتبار فده جائز شرعا، لكن إن كان من باب الانبهار فده محرم شرعا. ليه؟ لأن أغلب الفراعنة وأغلب الأمم السابقة قبلنا، احنا بنقول أغلبهم كانوا كفارا وكانوا وثنيين وكانوا يعبدون الأصنام. فلو انت مثلا طالب في كلية الآثار، او راجل بتدرس مثلا في علم الجيولوجيا باطن الارض، او علم الآثار، آثار الأقدام أو الكلام ده كله، فلو أنت باب تاريخي أو بحث أو علم أو دراسة أو في منفعة هتعود على البشرية منها، فده جائز شرعا ومفيش مشكلة خالص. وده نص فتوى الشيخ ابن باز الله يرحمه، ونص فتوى العلامة ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة. طب هم جابوا الكلام ده منين؟ دول عدة أدلة، منها في سورة سبأ الله عز وجل يقول فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. قال لك أهو، ففي ناس كانوا منهم كفار وكانوا فاسقين ومزقناهم دمرناهم. العنكبوت، نعم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالأصل إن إحنا بنمشي عشان ناخد العظة، بناخد الاعتبار، مش إن إحنا رايحين من باب الانبهار ويطلع الكلمة اللي إحنا بنسمعها إحنا الفراعنة وإحنا دول أجدادنا وأنا بحتفل بجدي. أنا ببين لك المسألة من حكم شرعي بدون إفراط أو تفريط وبدون غلو أو جفو.